يا مساء الفل. عمرك حسيت انك بتشتغل وتشتغل لكن مش بتتعلم حاجة جديدة؟ اهلا وسهلا بيكو، انا نهلة فؤاد وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5، البرنامج اللي بنلخص فيه اهم واقوى الافكار في 5 دقايق وبس. والنهاردة معانا الخطوة السادسة من كتاب الأب الغني والأب الفقير. اعمل لتتعلم ولا تعمل من أجل المال. تخيل معايا شخص في وظيفة بقاله 10 سنين، بياخد مرتب ثابت، بيقضي التزاماته، لكن في الآخر هو ما زادش علمه ولا مهاراته. وفي المقابل شخص تاني اشتغل في شغلانات مختلفة، جرب مجالات جديدة، يمكن المرتب مش عالي، لكنه مع كل تجربة كان بيتعلم مهارة، مرة تسويق، مرة مبيعات، مرة إدارة، مرة تواصل، وبعد سنين لقى نفسه قادر يبدأ مشروعه الخاص أو يتنقل بسهولة لأي فرصة جديدة. الأب الفقير كان دايما بيقول اشتغل عشان تاخد مرتب مضمون، لكن الأب الغني كان بيقول اشتغل عشان تتعلم. المرتب مهم، لكن أهم منه المهارة اللي بتاخدها، لأن الفلوس ممكن تخلص، لكن المهارة بتفضل معاك وتجيب لك فلوس طول عمرك. هتقولي طب ايه المهم في كده؟ هقولك لما تركز على التعلم مش بس المرتب، بتبني لنفسك قيمة حقيقية. كمان المهارات اللي بتتعلمها النهاردة هتفتح لك أبواب بكرة، والشركات على فكرة بتدفع للناس اللي عندهم مهارات مش بس شهادات. تخيل معايا واحد اشتغل في مطعم، المرتب قليل، لكن اتعلم خدمة عملاء، وبعدين راح اشتغل في التسويق، اتعلم ازاي يقنع الناس، وبعدها جرب الإدارة فتعلم ازاي يدير وقت وموظفين، والخبرات دي كلها اتجمعت وفي يوم قدر يفتح مشروعه الخاص ونجح، لأنه كان معاه الأدوات اللي هو محتاجها. نصيحتي ليك في الحلقة دي، ما تركزش على الشغل اللي بيديك مرتب أعلى دلوقتي، ركز على الشغل اللي بيديك خبرة ومهارة. المهارة دي ممكن في المستقبل تديك حرية مالية أكبر من أي مرتب ثابت. اسأل نفسك، انت بتتعلم ايه من الشغل اللي بتعمله؟ ولو مش بتتعلم حاجة جديدة يبقى لازم تدور على تحدي جديد. أنا نهلة فؤاد ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني الحلقة الجاية مع الخطوة 7 من خطوات الثراء، التغلب على العقبات. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان تعرف كل التفاصيل، وافتكر دايما شعارنا أفكار مركزة في وقت محدود. وأشوفكم الحلقة الجاية.